أول مرّة سافرت لوحدي ما كنتش عارفة أعمل إيه، كنت مرعوبة، كل حاجة جديدة عليّا، بنت عندها 19 سَنة بتعمل كل حاجة بنفسها، بتقدّم على الفيزا، بتنزل القاهرة، بتروح السفارة، كل ده كان في دماغي، رايحة بلد جديدة، رايحة بلد أوروبية، مش عارفة هي هتعمل إيه، كل حاجة حرفيًا مختلفة عنها، عادات مختلفة، أكل مختلف، كل حاجة حرفيًا مختلفة، وهي ما تعرفش أي حاجة. المهارة الوحيدة اللي خلّتني أعيش ده، وخلّتني بعد كده أقدر أسافر 18 دولة، مش بس إن أنا سافرت أول مرّة والّا تاني مرّة بولندا، هي مهارة التكيُّف، ومهارة التكيُّف ده ممكن يتحط تحتها مهارة الflexibility resilience، بس هي دي المهارة فعلًا اللي من غيرها أنا ما كنتش هاقدر أسافر كل الدول دي، وأنتم كمان من غيرها مش هتقدروا إنكم تشتغلوا، مش هتقدروا إنكم تدرسوا، هتبقوا موجودين على طول في الcomfort zone. في الفيديو النهارده أنا هاكلمكم عن المهارة دي، وإزاي أنا اكتسبتها، وإزاي هي أصلًا ممكن تغيّر حياتكم، فكمّلوا الفيديو للآخر. فلو أنت أو أنتِ أشخاص عايزين تغيّروا حياتكم، عايزين بقى تسافروا، عايزين تاخدوا منح، عايزين تشتغلوا، عايزين تدرسوا في مكان تاني حتى غير محافظتكم، اتفرّجوا على الفيديو للآخر، دي المهارة اللي إحنا كلّنا محتاجينها عشان نقدر نعدّي، وعشان بجد فعلًا ننجح في حياتنا. زيك لو أول مرّة تشوفني، أنا اسمي عالية وأنا سافرت 18 دولة وأنا لسه في الجامعة، خدت أكتر من 40 منحة، أنا هنا باقدّم على القناة محتوى تعليمي ومحتوى عن السفر، وبجد دعمكم هيفرق معايا جدًا، فلو عجبكم المحتوى اللي أنا باقدّمه اعملوا subscribe واعملوا لي like وشوفوا قولوا لي في الكومنتات إيه المحتوى اللي أنتم عايزين تشوفوه الأيام الجاية، ويالّا نبدأ الفيديو. النهارده أنا هاتكلم في الفيديو بالتفصيل إيه هي مهارة التكيُّف، وإزاي ممكن نطوّرها، وحكايتي الشخصية معاها، وليه هي أصلًا مهمة، فكمّلوا الفيديو للآخر. مهارة التكيُّف دي مش بس للسفر، دي للشغل وللدراسة والحياة في العموم، ولو عرفت فعلًا تكتسبها هي واحدة من أكتر الsoft skills يعني المهارات الناعمة اللي فعلًا هتحسّن حياتك وتخلّي حياتك أفضل وأحسن 100 مرّة. مهارة التكيُّف إن أنتِ تقدري تتعاملي مع أي موقف جديد أو أي موقف أنتِ لسه مش مرتاحة له أو أنتِ لسه مش عارفاه بطريقة ذكية وبطريقة مرنة، يعني تبقى عندِك flexibility. المهارة التكيُّف مش إن إحنا نتقبّل إن أي حاجة تحصل لنا، بس إن إحنا نقدر نخرج بأفضل طريقة ممكنة من أي ظرف ممكن يحصل لنا في الحياة، وده طبعًا إحنا كلّنا ممكن نشوفه في حياتنا لو إحنا لسه في المدرسة، لو إحنا في الكلية، دخلنا مثلًا قسم إحنا ما كناش عايزينه وما نعرفش فيه حد، وإحنا لسه أصلًا مش عارفين إزاي نذاكر له، في الشغل حد جالكم مثلًا جديد وأنتم مش عارفين تتعاملوا معاه إزاي، في السفر، في كل حاجة. يعني لمّا تروح بلد جديدة كل حاجة هتبقى غريبة علينا، أنا عارفة في الأول إن إحنا هنكون واو! إحنا رايحين بلد جديدة، وأنا عارفة إن أغلب الدول العربية نفسنا نسافر، لكن بعد كده بتحسوا إن أنتم لو قعدتوا أكتر من شهر مش قادرين تتأقلموا، ده حصل معايا فعلًا، أنا فعلًا يعني أنا لمّا رُحت woman to woman اللي هو أسبوع 10 أيام لأمريكا كانت الدنيا تمام جدًا، لمّا قعدت في بولندا بقى أكتر من شهر، بدأت اللي هو أنا لسه مش عارفة أتأقلم، فبدأت أعوّد نفسي، بدأت أفهم إزاي أتعلم المهارة دي، إزاي إن أنا عشان أنتم متخيلين كل حاجة غريبة عنكم، كل حاجة، الأشخاص، حتى مش بس الأشخاص، يعني أنا في بولندا حرفيًا كان شكلي هناك غريب. الناس هناك مثلًا هي مش إيطاليا لا والّا ما شبهنا شوية لأ، فتخيّلوا أنتم في موقف زي ده ولا الأكل عارفينه ولا الناس ولا عندكم صحاب هناك ولا عندكم أي حاجة، حرفيًا أنتم بتبدأوا من تحت الصفر بالنسبة لي، بتبدأوا بحاجة أصلًا أنتم متعودين أنتم وعاداتكم وتقاليدكم وكل الbeliefs اللي عندكم من مجتمع ورُحتوا مجتمع تاني وهتقعدوا فيه 3 شهور، فمش هينفع إن أنا أفضل قاعدة مثلًا مش مبسوطة أو لأ، كان لازم أعرف أتأقلم وأعرف كمان أتعامل مع الناس. ليه مهارة الadaptability أو مهارة التأقلم مهمة؟ لإن هي حرفيًا بتيجي في كل concept في الحياة، بتيجي في كل جزء في الحياة، يعني في السفر لو إحنا مسافرين شغل، مسافرين دراسة، حتى مسافرين program تطوعي وهنقعد أكتر من أسبوع هنقعد أكتر من شهر، ده يخلّينا أكتر نتعود على البلد وما نحسش بإحساس إن إحنا غراب أو إن إحنا مش منتميين للمكان ده. في الدراسة لسه بادئين مدرسة، لسه ناقلين مدرسة تانية أو ناقلين محافظة تانية أو رايحين جامعة، ده يخلّينا إزاي نتعامل أصلًا مع الضغط، حاجة جديدة، ضغط الدراسة، وضغط إن إحنا يبقى لينا أصحاب جداد، وضغط إن إحنا هنعمل حاجة حرفيًا من الزيرو، وكمان الشغل، إزاي إحنا أول مرّة أنا في الضغط ده دلوقتي عامةً، اللي هو هاعمل إيه في الشغل، إزاي هاعرف أتأقلم، فأنا باعوّد نفسي من دلوقتي إن أنا لازم أكون باتأقلم، لإن ده اللي بجد هيخلّيكم تواجهوا الحياة من غير توتر ومن غير خوف، اللي حرفيًا بيضيّع علينا كل حاجة. يعني أنا فاكرة أول مرّة لمّا سافرت بولندا أنا بجد كنت عايشة هنا في عقلي، مش عارفة طَب إيه اللي هيحصل لو ده حصل؟ أنا مش عارفة أحجز الباص ده، كل حاجة كانت جديدة عليّا، يعني إيه flexible كان بالنسبة لي يعني إيه flex باص ده؟ يعني إيه flex باص ده اللي هو في أوروبا الباص اللي بيوديكم من مدينة للتانية، فكان بالنسبة لي يعني إيه؟ يعني دي حاجة غريبة أوي بالنسبة لي، حتى أبسط الحاجات، لحد بجد ما بتتعلموا ودي اللي المهارة فعلًا بتعلمنا، اللي هو أنتم بس محتاجين تبدأوا first step
محتاجين تبدأوا first step وتعرفوا إن مش ما فيش حد بيبدأ من pro، ما حدش بيبدأ من hero، لأ إحنا كلنا بنبدأ عادي جدًا من الصفر، فإن أنتم تتعلموا وفعلًا بتتعودوا. يعني مثلًا زي مثال اللي اديته لكم اللي هو flex pass ده مثلًا، أنا دلوقتي بقيت باحجزه بكل سهولة، خلاص ما بقاش فارق معايا، أنا باعمل رحلاتي بنفسي، أنا دلوقتي باعمل solo trips وأنا في Europe عادي، أنا اللي باعمل، أنا باشوف من مدينة لمدينة، يعني آخر مرة كنت في فنلندا، وقمت رايحة إستونيا، وقمت رايحة السويد، أنا اللي عاملة ده. في أول مرة لمّا سافرت بولندا ما كنتش عارفة أعمل ده، وده طبيعي ومنطقي، كنت ساعتها باخلّي صحابي مثلًا، كانت صاحبتي الإيطالية هي اللي بتنظم السفر، ده عادي جدًا. أنت أول مرة بتجربوا الحاجة مش هتبقوا pro، وده مش هيخلّيكم كمان تتوتروا، لأ ده يخلّيكم تفهموا إن أنتم عادي تتعلموا، وإن إحنا بناخد الحياة step by step. الكلام ده مش بس للسفر، الكلام ده للدراسة، الكلام ده للشغل، الكلام ده حتى في العلاقات الاجتماعية، إن إحنا عادي، عادي جدًا إن إحنا نبدأ من الصفر، وهنتعود وهنتعلم في الطريق. إيه هي النصايح العملية عشان نتعلم مهارة الadaptability عشان نعرف نتكيف في أي موقف جديد بيحصل لنا، إذا كان بقى سفر، إذا كان أنا هابدأ جامعة لسه، أنا لسه في أولى جامعة وهابدأ جامعة السنة الجاية، إيه هي الحاجات اللي فعلًا ممكن تساعدنا؟ أول حاجة إن إحنا نخلّينا مرنين، هي بجد الflexibility دي مهارة أصلًا، يعني هي جزء لا يتجزأ أصلًا من الadaptability، من مهارة التكيف، إن إحنا نبقى مرنين. أول شيء بجد بيساعد ما نفكّرش زيادة، ما يعني بلاش overthinking خالص، خلاص إحنا رايحين أهو experience جديدة، رايحين جامعة، إحنا عادي هنهدى، هنعمل الroutine بتاعنا الطبيعي، وما نفكّرش بعد كده، لإن بجد اللي فعلًا بيخلّينا مش عارفين نتأقلم، إن إحنا بنكون حاطين توقعات سابقة، إحنا يعني أغلب الحاجات أصلًا ما بتحصلش، بس إحنا في دماغنا حاطين أصل البنت دي بصّت لي في أول يوم جامعة، أنا كده مش هاعرف أعمل صحاب، هي أكيد شايفاني حاجة مثلًا، هي أكيد مش عايزة تصاحبني، وهي أصلًا تلاقيها أصلًا ما خدتش بالها إن هي أصلًا بصّت لي. فإحنا بنحُط توقعات في دماغنا هي أصلًا مش حقيقية. في السفر برضه كنت على طول، ده بجد كنت باحسّه في بولندا، إن الناس بتبُص لي، عادي على فكرة، ما ممكن فعلًا كانوا بيبصوا لي، عشان أنا شخص غريب عليهم، وده عادي، وعلى فكرة دي حاجة حلوة مش وحشة، زمان كنت فعلًا باقلق من الموضوع ده، بس عادي يعني دلوقتي بافكّر فيها، أنا إيه اللي هيحصل يعني، دي حاجة كويسة، مش بيشوفوا ناس زيي كل يوم، فلأ، ده بجد دي المهارة، إن أنتم تبقوا مرنين، تبقوا مرنين في عقلكم، مرنين كمان في نفسكم، اللي هو مش أي حاجة تأثّر فينا، بجد مش أي حاجة تأثّر فينا، ونعرف إن البدايات على طول هي الأصعب. وبس بنتعلم فيها كتير، يعني ما فيش حد، مش حد ما بدأش من هنا، حتى الناس حتى في صناعة المحتوى، دلوقتي أهو أنا مثلًا النهارده أنا عندي برد، يعني أكيد ممكن يكون باين على صوتي، ممكن يكون باين كمان على شكلي أو كده، أنا عندي برد بقى لي أسبوع ما عرفتش أصوّر الفيديو بدري، بس قُلت النهارده خلاص أنا لازم أصوّره عشان أنا قُلت إن أنا هانزّل فيديو يوتيوب كل أسبوع. هي البدايات بتبقى كده، لحد ما بنتعوّد، تعوّد خلاص، اللي هو الفيديو موجود، المحتوى موجود، إحنا بنبني system، بنبني system لعقلنا، مهارة الadaptability، مهارة التكيُّف بتساعدنا كتير في حياتنا، بتساعدنا كمان في المواقف الصغيّرة، في حاجات كده ممكن تسهِّل علينا إن إحنا نتكيّف أكتر، إن إحنا مثلًا لو مسافرين نحاول نتعرّف على الثقافة قبل ما نروح، أنا أهو مسافرة فرنسا، طيب أنا هاسمع كده podcast بالفرنش، هاحاول أتعلّم كام كلمة، هاحاول أتعلّم كام جملة بالفرنش، هاشوف ثقافة المدينة اللي أنا رايحاها. أنا مثلًا كنت رُحت region اسمها Britain، دي على طول جنب إنجلترا، فأنا لمّا رُحت ساعتها الregime أنا كنت عارفة معلومات already عنّهم، كنت عارفة إيه هي العاصمة مثلًا، حتى مش باقول لكم تعرفوا معلومات اللي هو واو تدرسوها، لأ، عارفة معلومات بسيطة كده، ده أولًا بيريّحكم، ولمّا بتروحوا هناك بتعرفوا تتكلموا مع الناس، وده بيجيبني للنقطة المهمة بالنسبة لي جدًا، الconnection. حاولوا تعملوا connection مع الناس، يعني حتى لو شخص واحد، يعني حتى لو بنت واحدة مثلًا اتعرّفت عليها في الجامعة، أنا ما انساش بجد، هي البنت دي مش باتكلم معاها دلوقتي، بس أنا ما انساش بجد أول يوم جامعة، أنا في بنت اتعرّفت عليَّ لإن هي ادّتني شوية عنب، بس كده. وبجد يا جماعة الحاجات دي هي اللي هوّنت عليَّ في الأول الجامعة، وإن هي فأنا لسه مش عارفة حاجة، لإن أنا ساعتها ما كنتش أعرف حد، ما كانش عندي صحاب، ساعتها كنت رُحت جامعة جديدة، كُلّية جديدة، ما كنتش أعرف حد خالص هناك، يعني أنا برضه الموضوع أثّر فيّا بجد، أكتر حاجة أثّرت فيّا لمّا خرجت من ثانوي على الجامعة، كل صحابي مش متوقعة الموضوع ده، كل صحابي راحوا أماكن جديدة، راحوا محافظات جديدة، في اللي سافروا برّه مصر، وأنا لسه ما كنتش أعرف حاجة خالص، اللي هو أنا هاعمل إيه، كنت مفكّرة إن الحياة زي ثانوي، أو إن إحنا هنتقابل زي ثانوي، بس ده ما حصلش. وده بيرجّعنا لpoint التكيُّف بجد، اللي ساعدني فعلًا إن أنا أعدّي مرحلة الجامعة هو التطوُّع اللي أنا عملته، اتعرّفت على ناس كتيرة جدًا بالتطوُّع وانبسطت جدًا، فلو أنتم في السِن ده بجد أنصحكم تعملوا ده، كنت بانزل كورسات، وحاجة كمان أنا قُلت لكم عليها في الفيديو بتاع الpark، الميدالية الجميلة دي اللي هو كنت بالعب kickboxing، أنا بالعب رياضات كتيرة، بس بجد الkickboxing هو الحاجة
اللي بتresonate with me، يعني لسه فاكراها لحد دلوقتي، يعني إن أنا مبطّلة بقى لي سنتين وأكتر، بجد ممكن أكتر من ممكن 3 سنين، يعني داخلة في 3 سنين، بجد إن أنا كان في team كده، كانت لعبة رياضية كده، وكلنا كنا تحسّنا إخوات في بعض، دي كانت حاجة كده اللي بجد هوّنت عليَّ أيام الجامعة ساعتها، فأنا بانصح أي حد بجد إن هو يروح، لو أنتم حاسين بالأحاسيس دي بجد، إن أنتم تروحوا فعلًا تلعبوا لعبة رياضية لو أنتم في السن ده بالذات، دي هتساعدكم بجد، وكون إن أنا خدت بطولة ساعتها بجد كانت حاجة جديدة عليَّ، يعني حاجة بس غريبة أنا حبيت أجرّبها، ما كنتش عارفة هاحبها والّا لأ، بس فعلًا حبيتها واتعرّفت على ناس كتيرة جدًا منها، فما تخافوش تجرّبوا، اطلعوا برّه الcomfort zone بتاعتكم، خلّيكم مرنين، يعني اتعرّفوا على ناس، مش لازم الناس كلّها تبقى شبهنا، أنا زمان كان لازم الناس كلّها تبقى شبهي. بس ده بعد ما سافرت بابُص كده على الناس اللي أنا عارفاها أصلًا، ده مش منطقي أصلًا ومش طبيعي، باتعرّف على ناس كتيرة من ثقافات مختلفة، حتى مش لازم يبقوا شبهي، ممكن ما يكونش في حاجة ما بيننا مشتركة أصلًا، بس إحنا still بنعرف نتكلّم مع بعض، بنعرف نتواصل مع بعض، ده بجد خلّاني حتى لمّا جيت مصر خلاص أهو قاعدة، إن أنا فعلًا غيّرت نظرتي، مش لازم يبقوا شبهي، مش لازم يبقوا بيحبوا نفس الحاجة، عادي إحنا ممكن نوصل لcommon ground، فدي بجد حاجة ساعدتني جدًا. وإن أنتم على طول تحبّوا تجرّبوا حاجات جديدة، يعني أنا برضه باقول الكلام ده لنَفْسي بجد حتى دلوقتي أهو على الشغل أو على إن أنا أنقل محافظة تانية أو أنقل بلد تانية، عادي لازم نجرّب، وإن الخوف ده شيء طبيعي فعلًا لو إحنا بنبدأ مرحلة جديدة في عمرنا وإن إحنا بنبدأ شغل جديد، بنبدأ جامعة جديد، حتى الجواز، بنبدأ حتى مدرسة، سفر، أي حاجة، الخوف ده طبيعي ومنطقي، بس اللي مش طبيعي ومش منطقي إن إحنا نخلّيه يسيطر علينا. فمهارة التكيُّف بجد وإن إحنا نكون أصلًا متعوّدين عليها كمان من وإحنا صغيرين، إن إحنا مش لسه دلوقتي بنطوّرها، ده بجد هيساعدنا جدًا، عشان كده أنا عملت الفيديو، فلو أنتم دلوقتي بتتفرّجوا عليّا في أي سِن بجد لازم تطوّروها، ولازم نتعلّمها عشان نحسّن حياتنا ونحسّن quality حياتنا في العموم، وحتى لو مش بس مادي أو حتى اجتماعي، نَفْسي، ده أهم حاجة، وده اللي أنا باركّز عليه دلوقتي، النفسية بجد، لإن إحنا لو بدأنا من نَفْسنا وبدأنا بجد من الmental health كل حاجة حوالينا بتتحسّن. مهارة الadaptability مهارة التكيُّف ممكن ناس تقولها as resilience وas flexibility والمرونة، أنا بالنسبة لي هُم كلّهم جزء لا يتجزأ من بعض، يعني إن أنت تبقى شخص تتكيّف هو أنت لازم تبقى شخص مرن، لازم تبقى شخص resilience. أنا هنا كنت واخدة هي مكسورة أصلًا، كنت واخدة resilience award آآ resilience award من ISEC وأنا كنت متطوعة معاهم، وحاجة مضحكة أوي إن هُم كانوا مدّيينّي ساعتها مكسورة عشان أنا شخص resilience، بس أنا فاكرة أنا خدتها ليه بالضبط، ساعتها من ISEC وأنا فخورة بده الصراحة، حتى لو أنا ما كنتش مبسوطة ساعتها، بس أنا فخورة إن أنا بجد كنت شخص لأ، يعني كنت شخص فعلًا مثابر أنا في الفترة دي، خصوصًا في أول أيام كُلّية بجد، كنت فعلًا زي ما قُلت لكم في مهارة الفرق، هاسيبها لكم برضه في الdescription اتفرّجوا عليها، المهارة اللي خلّتني فعلًا زي ما قُلت لكم في فيديو الفرق اللي هاسيبه لكم في الdescription، هي المهارة اللي خلّتني فعلًا أسافر 18 دولة، أنا في الفترة دي كنت شخص فراك فعلًا. يعني حرفيًا عادي، اللي هو مثلًا أنا ما نجحتش في ده، ما خدتش المنحة دي، ما اتقبلتش في الposition ده، عادي جدًا، كنت بافضل مكمّلة في طريقي، وبجد الفترة دي كانت من أفضل فترات حياتي، لإن أنا فعلًا كنت باتعلّم، ما كنتش باخاف من كلمة لأ، ما كنتش باخاف إن أنا من rejection، ما كنتش باخاف من أي حاجة بجد، كنت فعلًا باروح من هنا لهنا لهنا، أنا هدفي هو التعلُّم، هو الexperience الجديدة، وفعلًا كنت باعملها، كنت على طول برّه الcomfort zone، يعني أنا حرفيًا كنت على طول برّه الcomfort zone، باعمل presentations باسافر في conferences باسافر برّه مصر، حتى ساعتها قُلت لكم لعبت kick boxing، دي الفترة فعلًا اللي أنتم المفروض تعيشوها وأنتم لسه صغيرين، أنتم لسه بتشوفوا الدنيا عاملة إزاي. أنا لسه الصراحة مش عارفة هل الشغل هيبقى كده والّا الحياة الadults بقى بعد ال22 بعد 23 إيه اللي بيحصل، بس يعني إيه هاخشها وأقول لكم، هاعمل لكم فيديو أكيد يعني وعالية وهي adult بقى خلاص وهي شخص ناضج هتعمل إيه، وهل لسه هاعرف أسافر سفرياتي اللي باقعد فيها بالشهر والشهرين ده، أنا آخر مرة رُحت فنلندا قعدت أكتر من شهر، فتمام يعني قُلت أقول goodbye للحياة دي الصراحة، لسه مش عارفة الحياة يعني واخداني لفين، بس أنا متحمسة وعايزاكم على طول يبقى عندكم يقين إن whatever happens أنتم هتكمّلوا في طريقكم، وأنتم بجد هتنجحوا لو أنتم مكمّلين فعلًا ومركّزين. فأهم حاجة تركّزوا عليها هي إن أنتم تطوّروا من الsoft skills اللي عندكم، الresilience skills الadaptability الflexibility من أهم الsoft skills بجد اللي المفروض تبقى عندكم لكل حاجة في الحياة، في العلاقات الاجتماعية، في العلاقات حتى مع أطفالكم لو عندكم أطفال، مع أصحابكم، مع أهلكم،
في كل حاجة بجد، عشان نقدر كمان نعيش نطلع نطلع من اللي بيحصل دلوقتي حتى في مصر مثلًا. أنا عارفة إن الوضع في مصر أو حتى في الدول العربية مش أفضل حاجة، بس ما نقدرش إن إحنا في كل حاجة بتحصل بجد إن إحنا نتعب نفسنا نفسيًا، أو حتى لازم يبقى عندنا مرونة في الفكر إن إحنا إزاي هنخرج من الموقف ده بأقل الخساير، لإن بجد جاية من تجربة شخصية. أسوأ حاجة في الحياة إن أنت كشخص أصلًا مش قادر نفسيًا إنك تعمل أي حاجة، أنت burn out عشان أنت خلاص أنت مش قادر تتكيّف، أو أنت مش قادر يبقى عندك المرونة اللي كانت عندك زمان. فعلى طول ما تسيبوش نفسكم تقعدوا في البيت على طول، ما تسيبوش نفسكم من غير صحاب، ما تسيبوش نفسكم لدماغكم بجد. انزلوا شوفوا الدنيا، انزلوا شوفوا العالم، خلّيكم بجد اتكيّفوا على العالم. ده بجد مهارة مهمة جدًا. دي مش بس الحاجة الصغيّرة اللي أنتم بتقولوا عليها صغيّرة دي، مثلًا إن أنت لو لسه رايح الجامعة مش ولسه هتدرس مادة جديدة أو هتعمل أي حاجة، أو حتى لو أنت رُحت تطوّع ولسه ما تعرفش حد هناك، دي حاجة صغيّرة بس دي الحاجة بجد اللي هتعوّدكم لبُكرة، ل اللي هتعملوا إيه وأنتم كبار، لمّا تسافروا مثلًا تشتغلوا في بلد معيّنة هتتكيّفوا إزاي. في كل حاجة إحنا بنعملها كده step by step. يعني حاولوا تحطّوا نَفْسكم في مواقف. مثلًا أنا كنت باجرّب دي. أنا مثلًا على طول لمّا كنت باقعد في أي كافيه ما كنتش على طول باتكلّم مع الwaiters ولا باعمل أي حاجة. جرّبت إن أنا أعمل معاهم small conversation، إن أنا أتكلّم معاهم شوية، وبجد أنا انبسطت عشان ادّتني إنّي اجتماعية أكتر، وحسّيت اللي هو أنا ليه ما كنتش باعمل ده من زمان. فابدأوا بحاجات صغيّرة، ابدأوا بحاجات صغيّرة، ابدأوا بحاجات صغيّرة، لحد ما هتوصلوا. يعني أنتم بدأتوا بحاجة صغيّرة، حاجة صغيّرة، حاجة صغيّرة، حاجة صغيّرة. دي في الحياة في العموم، فهي مهارة مهمة جدًا. وعشان أنا عارفة هنا إن أنا باتكلّم عن السفر والeducation والمنح، أنا قُلت لازم أكلّمكم عنها، لإن هي مهارة لا تقل أهمية عن مهارة الفرق اللي أنا كلّمتكم عنها، ومهارة الtime management هاسيبها لكم في الdescription برضه. وبالمناسبة عشان أنهي الفيديو، اللحظة المناسبة مش موجودة. يعني الperfect time as they are saying it's never يعني coming or ما فيش حاجة اسمها كده أصلًا. يعني إن أنا أفضل قاعد، لإن أنا كنت مستنية اللحظة المناسبة عشان أنا أبدأ content، بس ما كانش في لحظة مناسبة، فبدأت. خلاص بدأت السنة دي. كان المفروض أبدأ من سنتين، بس عادي على الأقل بدأت. كان أفضل إن أنا أبدأ من سنتين، بس مش مشكلة. فأنتم ابدأوا، اللحظة المناسبة مش هتيجي. ابدأوا ذاكروا، ما أنتم مش لسه هننضف المكتب. أصل أنا لو الساعة بس كانت 11، لو القهوة بس عملت كده، طب أنا هافطر. مش هتيجي اللحظة دي، بجد مش هتيجي. هتسمعوا في صوت برّه، في حد هيرن الجرس، حد هيرن عليكم على التليفون. ابدأوا، ابدأوا وحطّوا نفسكم برّه الcomfort zone في كل حاجة في الحياة. دي الحاجة اللي فعلًا هتعلّمكم. كل ما بدأتوها وأنتم أصغر، كل ما الدنيا بقت أفضل تتعلموها. مش باقول ده بجد حتى لو إحنا دلوقتي عندنا 23 سَنة، عندنا 25 سَنة، عندنا 30، 40. أنا أهو عندي 23 سَنة ولسه في حاجات أنا لسه باتعلّمها لحد دلوقتي، ولسه كمان باعلّم نفسي إزاي أتكيّف عليها. فهي مش بس أفضل إن إحنا بس وإحنا صغيرين، هي مهارة إحنا هنفضل نتعلّمها ونفضل نكتسبها. فإحنا بنفضل نimprove it every day عشان إحنا ما نعرفش إيه اللي هيحصل. ممكن صاحبتِك اللي معاكِ في الجامعة دي تنقل قسم تاني مثلًا، ممكن تبطّلوا تتكلّموا، وده حصل معايا بجد عادي. فلازم يبقى عندكم الflexibility دي في عقلكم إن أنتم بجد خلاص ده اللي حصل، أنا مش هاتوتر ومش هاخاف، أنا هاكمّل في طريقي. إحنا لو فضلنا نقف على كل المواقف الصغيرة مش هنعرف نكمّل حياتنا. فإحنا لازم نبقى عندنا مهارة التكيُّف مهارة الadaptability. وبس كده، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وبجد هي مهارة مهمة جدًا. فلو عايزين قولوا لي في الكومنتات أو أكلّمكم أكتر عن المهارة وإزاي ممكن نقدر نكتسبها. قولوا لي ده، أنا هاحب ده جدًا. أو في مهارات معيّنة تانية عايزين نتكلّم عنها. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب على القناة، وكمان تعملوا لايك، دعمكم هيفرق معايا جدًا إن أنا أكمّل في المحتوى. وكمان تتفرّجوا على الفيديوز اللي قبل كده، أنا كنت اتكلّمت عن vlogs السفر بتاعي، وكان مِنَح تانية ومهارات تانية اتفرّجوا عليها. أتمنى يعجبكم. ولسه في الفيديوهات التانية هاكلّمكم عن سفري بشكل أعم. بس كده، أشوفكم في فيديو تاني. باي باي.